وضمانا لراحة وسلامة المواطن في تنقلاته عبر وسائل النقل العمومية، تعززت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة بتخصصات في مراكز التكوين والمراقبة التقنية الخاصة بها. الروبورتاج لفتح أبو عراب بصوت دليل لينا. مركز التكوين التابع للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة يجمع بين الاحترافية وروح المسؤولية من خلال تكوينات متخصصة لنيل رخص السياقة وشهادات معتمدة تحت إشراف إطارات ذات كفاءات عالية. حاليا أتلقى الدروس النظرية والتطبيقية من أجل الحصول على هذه الشهادة التي تمكنني مستقبلا من فتح مدرسة سياقة. الشهادة هذه راح تعتمد على 7 مواد أساسية اللي راح يقدمهم ولا يقدموهم عدة مكونين للمتربصين. الوقت تقريبا 400 ساعة في الدورة التكوينية كاملة، للمدة تاعها ما تقلش على 4 أشهر، فيها دروس تطبيقية ودروس نظرية. التكوين هذا اللي يكون في كل مرة اللي راح نستفادوا منه احنا أكثر كسائقين الحافلة إيتيزا للنقل الحضاري والشبه الحضاري. من أبرز الهياكل التقنية للمؤسسة مركز المراقبة التقنية للمركبات التي تجري على مستواه فحوص دورية دقيقة للمركبات تشمل جوانب ميكانيكية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير. عندنا كما نقولوا عندنا مراحل تمر عليهم السيارة كي نجيو نجوزوها، نشوفوا اسكو السيارة أي تخضع للشروط الأمان. مؤسسة إيتيوزا سعت وتسعى دائما إلى خدمة السلامة المرورية، وتطمح إلى المساهمة في الحد من حوادث المرور وتحسين جودة النقل في بلادنا. بهذه المقاربة المتكاملة تؤكد مؤسسة إيتيوزا التزامها الثابت باتباع الأساليب العلمية المتطورة في التسيير والتكوين لترسيخ عامل الجودة والسلامة في كل مراحل نشاطها خدمة للمواطن.